مشقد في ناس بتحب الفاينة والله العظيم. إيه ليش ما طلع ولي العهد السعودي استقبله لأحمد الشرع من على باب الطيارة؟ ليش؟ أكيد قصده ما بعرف إيش، أكيد قصده كذا كذا. لك يخبي دياركم من حالكم. لك انتقلتوا من مرحلة إنه تعملوا فتنة بسوريا جوا بين السوريين لمرحلة إنه صرتوا تعملوا فتنة بين سوريا والدول. لك هدوا. يعني بالله عليكم انتوا شايفين انه سوريا حاليا بوضع بيسمح لها انه هي تعمل عداوات مع فلان وعلان؟ شو بكون يا جماعة؟ يعني قبل بشار الأسد كان معيش سوريا بمعزل عن كل الدنيا، عن كل الدنيا. لك ما حدا كان يعزمه على فنجان قهوة حتى يفضح عينه. واليوم سوريا بلشت تندعي لمحافل دولية. طب هذا مو شي يدعو للتفاؤل؟ مو شي يدعو للفرح؟ ما بنعرف نحن نفرح بنص ليرة؟ ومع ذلك السعودية باتت طيارة خاصة من الأسطول الملكي لحتى تنقل أحمد الشرع من سوريا للسعودية. وأنا شايفة إنه هذا تقدير حلو وجميل كتير. ما نكون شايفين هيك؟ بس لا طبعا، شلون بدنا نحرك فتنة؟ بدنا نحرك هلا اشتغل المخبأ، نحرك فتنة بين سوريا وباقي الدول؟ شلون يعني؟ ما بيصير. بكل الأحوال شيء مفرح جدا أنه صرنا نشوف حكام عرب بسوريا عم بيزورونا. أهلا وسهلا فيكم، بتنوروا. وأنه عم بتم دعوة حكومتنا لمحافل عربية ودولية إن شاء الله قريبا كمان. شيء مبشر جدا ومفرح جدا. فخلونا نفرح، خلونا نفرح بليرتين. اللي قاعد عم يستنى الضحكة ما في ضحكة لأني مرضانة، وأساسا صوتي بالزور عم بيطلع والله العظيم. بس شفت في لوصة قلت لحالي لا ما بدها.